ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا في تقريبا من اسبوع او اسبوعين لاحظنا ان في زيادة في الاسعار كده، وسنة سنة كده في اسعار كل حاجة ماشية حوالينا. ومن ضمنهم زيادة اسعار الكهرباء والمية، ودي حاجات اتكلمنا عليها في القناة التانية لو حابين تبصوا عليها. دلوقتي بقى اللي بالنسبة لموضوع العربيات اللي زاد عندنا ايه؟ انا مثلا لما ببقى لسه عندي عربية، بتبقى العربية دي مثلا الموتور بتاعها بدأ يخف شوية، بحط لها زيت تقيل. بستخسر احط لها زيت كاسترول، بستخسر احط لها زيت موبل، بجيب زيت تعاون. معروف ان سعره حنين، ومعروف ان هو كويس للعربيه، وخصوصا اللزوجات التقيله بتاعته. زيت التعاون غلي يا جماعه، زيت التعاون غلي. معايا لسته الاسعار الجديده بتاعته هقول لكم عليها. الزيت الخمسة دبليو 30 العبوه اللتر بقت ب 372 جنيه. الزيت الخمسة دبليو 30 العبوه الخمسة لتر السعر 1450. 5 دبليو 40 اللتر ب 360. 5 دبليو 40 الأربعة لتر ب 1400 جنيه. الخمسة دبليو 40 الخمسة لتر ب 1700 جنيه. سائل الفرامل ربع لتر ب85. سائل الفرامل النص لتر ب165. الزيت الخمسة دبليو 30 اللتر 425. دي زيادات مصر البترول. الزيادات الخمسة دبليو 40 الديزل 20 لتر 2315. زيادات مصر اكسترا ب 665. مصر اكسترا 2460. سائل الفرامل 85. المهم الأسعار كلها قدامكم على الشاشة. آه كده احنا عندنا زيادة في أسعار السولار والبنزين. كده عندنا زيادة في أسعار المية، المية نفسها. كده عندنا زيادة كمان في أسعار الصيانات بتاعة العربيات الديزل اللي بتنقل الحاجة. فممكن يبقى نشوف برضو زيادة في الأسعار الفترة اللي جاية، بالنسبة لوسائل النقل عامة، أو بالنسبة للخضار والفاكهة وأي حاجة بتتنقل عن طريق الديزل. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.